زمان لما كان مديري يضايقني كنت باخد على خاطري وازعل. كان بيجيني احباط واتخنق وابقى مش طايق اكلم اي حد، واوقات كتير بيبقى هاين عليا اسيب الشغل كله وامشي. بس لما قدمت واتعلمت لقيتني فهمت حاجات كتير انا ما كنتش عارفها، حاجات ممكن تخليك موظف ذكي وشاطر وكل اللي حواليك يحبوك ويحترموك. بس للاسف الحاجات دي عشان توصلها هتاخد منك شوية وقت عشان تفهمها وتتعلمها. هتقع وتقوم وتتخبط، وهتمر بتجارب وبمواقف يمكن تكون أول مرة تتعرض لها. بالظبط زي أي مهارة بتكون صعبة في الأول، لكن مع الوقت والتدريب بتكون أشطر واحد بيعملها. وأنا النهاردة في الفيديو ده هعرفك كل المهارات اللي هتحتاجها عشان تفهم دماغ مديرك وتعرف تتعامل معاه. حضر كوباية الشاي بتاعتك عشان عايزك تركز في كل كلمة هقولها لك في الفيديو ده. في البداية لازم تعرف إن المكان اللي بتشتغل فيه أيا كان هو مجتمع ليه نظام وقوانين وأحكام لازم تحترمها، نظام مختلف تماما عن حياتك الخاصة في البيت أو مع عيلتك أو مع أصحابك. خلينا نتفق في الأول إن مديرك شخص عنده صلاحيات أكبر من صلاحياتك، وبالتالي عنده مسؤوليات أكبر بكتير من مسؤولياتك، فاهم الشغل أكتر منك بحكم أقدميته وخبرته، ولو ما كانش هو شخص مميز ما كانش بقى مدير. ممكن يكون بيعمل لك شوية ضغوط، يعني يطلب منك شغل زيادة، يشد عليك لما تغلط، وممكن كمان يعمل لك خصم لو غلط. بس برضه لازم تعرف إن هو كمان بيتعرض لضغوط وشد أعصاب أكتر منك بكتير، بس أنت مش بتشوف ده. هو كمان عنده مدير بيديله تعليمات ويحاسبه عليها، وشايل مسؤولية المكان كله بما فيهم أنت وزمايلك. أرقام لازم يوصل لها ونتائج لازم يحققها، وهو اللي بيتحاسب على كل ده. فلما يتعصب في الشغل شوية حاول تستحمله. لازم تفكر وتسأل نفسك هو مديرك محتاج منك ايه، ولو قدرت تجاوب على السؤال ده صدقني هترتاح. مديرك عايزك شخص ملتزم، تيجي في ميعادك وتمشي في ميعادك. عايزك شخص أمين وعندك ضمير، تنفذ التعليمات اللي بيقولها لك، وتكون انت وزمايلك فريق واحد وليكم هدف واحد. كمان هيكون عايزك تحترمه وتحترم زمايلك. الخناقات والمشادات والمشاكل مكانها مش هنا، مكان الشغل للشغل وبس. لو حسيت في أي وقت إنك مظلوم أو ليك حق ما تترددش إنك تتكلم معاه، بس اختار الوقت المناسب وحاول تكون هادي ومش عصبي. سهل جدا إنك تفتح معاه حوار وتناقش مشكلتك، مش عيب إنك تلفت انتباهه لمشكلة هو ممكن ما يكونش واخد باله منها بسبب انشغاله. الجدال يمكن من أكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل بين الموظف والمدير، فحاول تبعد عن الجدل وخلي الموضوع يكون عبارة عن نقاش، لأن اللي بيفرق الجدل عن النقاش شعرة صغيرة. وخلينا أشرح لك إيه الفرق ما بينهم. النقاش بيكون أخد وعطا في الكلام، الهدف منه هو توضيح الأمور وإظهار الحقيقة، وفرصة لكل طرف إن يقول رأيه ووجهة نظره. إنما الجدل بيكون إني بحاول أجبر اللي قدامي بأي شكل إنه يتنازل عن رأيه ويقتنع برأيي أنا، وهنا بيظهر التعصب والتمسك بالرأي، وغالبا بينتهي الموضوع بعداوة بين الطرفين. النقاش والجدل ممكن يبانوا من بره شبه بعض، لكن النية والأهداف بتكون مختلفة. كل مدير وليه طريقته الخاصة في إدارته، فما تحاولش تقيم مديرك، أولا لأن ده مش دورك، ثانيا لأن هو ليه مدير بيقيم أداؤه زي ما هو بيقيم أدائك بالظبط. ما تحاولش تتحدى مديرك وتعمل خصومة بينك وبينه، لأنك هتكون دخلت معركة خسرانة ما كسبتش فيها غير العند والعداوة. في الغالب مديرك بيكون كنز معلومات، فأنت لو شاطر هتقدر تستغل الموضوع ده وتتعلم منه حاجات كتير وتستفيد من خبرته الكبيرة، وده هيخليك شخص مميز، وكمان هيساعدك تكبر في شغلك بسرعة. مديرك نفسه كان في يوم من الأيام زيك بالظبط، بس هو تعب وتعلم واشتغل على نفسه لحد ما وصل للي هو فيه. مديرك مش رخم ولا حاجة، مديرك عنده أهداف لازم يحققها ومستني منك إنك تساعده في تحقيق الأهداف دي، ولازم تعمل كده. مهما كنت موظف صغير لازم تعرف إن ليك دور مهم ومؤثر جدا، والصغير مش بيفضل طول عمره صغير. كل المطلوب منك شوية ثقة بالنفس وحبة صبر وشوية تدريب، وهتوصل للي انت عايزه إن شاء الله.